فيلمنا النهاردة هو ايبكس. نبدأ فيه مع ساشا صديقها تومي. هما الاتنين كانوا بيمارسوا رياضة خطيرة وهي التسلق على جبل، لأن الجبل طويل جدا فاستغرقوا في رحلتهم وقت كبير جدا. بيبقى قدامهم حوالي ساعة بس عشان يوصلوا للقمة. كانت بتحاول ساشا توصل لها أكتر من مرة بس فشلت، ده بسبب الإرهاق والتعب اللي خلى تومي يجبرها ويقول لها إنهم هيقيموا في النقطة دي. هيبقى لغاية الصبح بس لحد ما جسمها ترتاح ويواصلوا التسلق. ما بيعملوا الخيمة ويخشوا جواها تومي بيقول لها انه عايز يبطل تسلق، دي هتبقى اخر مرة يعملوها مع بعض. يقول لها وقتها انه جسمه ولا صحته ما بقوش يستحملوا المجهود الكبير اللي بيعمله في التسلق، وده خلاه يخاف انه يموت. بس ساشا بترفض القرار ده وبتقوله انه هو كل مرة بيحس في صعوبة بالتسلق بيقول القرار ده لازم يجمد قلبه وما يخافش من حاجة. هما في الخيمة بيحسوا بعاصفة ثلجية قوية جدا، ده خلاهم يضطروا انهم ينزلوا من على الجبل. تبدأ ساشا تنزل الأول وتحط النقط اللي هيركزوا فيها. لما بيحاول تومي ينزل فللأسف تقع على دماغه كتلة جليد كبيرة جدا، تفقد الوعي ومبيقدرش انه يتحرك. خلاه يكون حمل تقيل جدا على ساشا اللي ما بتقدرش انها تمسك الحبل لفترة طويلة، وده بيخليها بتسيبه. الشكل ده بتفضل ساشا لوحدها في العاصفة. طبعا بتنجح انها توصل لبر الامان. يعدي بعدها 5 شهور في استراليا وصلت ليها ساشا، وكانت وقتها بتعمل مغامرة تخييم جديدة غابات جراند إيل اللي موجودة هناك. لدخول الغابات دي ساشا بتعدي على نقطة شرطة تاخد إذن دخول وكمان تسيب بياناتها عشان يعني يبقوا عارفين لو حصلها أي حاجة يقدروا يدوروا عليها. وقتها الشرطي بيبدأ يحذرها ويقول لها إن الغابات دي خطيرة جدا، مش لازم تروح لوحدها، ده لأن كل اللي راح هناك مرجعش تاني. وده بيبان من الجدار اللي في الاسم اللي كان مليان بناس غايبة. بس ساشا ولا كأنها سمعت أي حاجة ومتهتمش بالكلام. تطلع بعدها على الماركت عشان تشتري شوية طلبات. هناك بتقابل كام شخص كان شكلهم مش ظريف اللي بيسألوها لو كانت عايزة مرشد معاها، ده هي وقتها بتشكرهم ومش عايزاهم. ده طبعا لما حاولوا يسألوها أكتر من مرة. بينقذها منهم وقتها شخص اسمه بن. لما بتخرج من الماركت وبتسأله عن أقرب طريق تقدر توصل بيه للغابات، طبعا بن بيساعدها على الخريطة وبيطرح عليها مكان مش كتير يعرفه، وده هيخلي المكان جذاب جدا. بس المكان هناك خطر ولازم يروحوا 2 مع بعض. طبعا ساشا بتتضايق وبتسيبه وتمشي. بعد مشوار طويل جدا بتوصل الغابة في أمان. بيكون خلاص الليل قرب فمحتاجة إنها ترتاح. وقتها الكام شخص اللي ضايقوها في الماركت بيجولها وبرضه بيعرضوا عليها المساعدة مرة تانية، ويبان عليهم وقتها إنهم صيادين. بس ساشا بتقرر إنها تدخل العربية ومش بتهتم ليهم، تدخل تنام جوه عربيتها. في تاني يوم بتخرج من العربية بتاعتها وبتاخد القارب بتاعها، تنزل البحيرة وبتبدأ تعوم بسرعة كبيرة جدا. طبعا لأنها كانت بتحب المغامرات فكانت مستمتعة جدا. تفضل ماشية لغاية لما بتلاقي منطقة كده متعلق عليها كذا صورة لشباب متغيبين. سوء حظها بيجي الليل وبتضطر إنها تخيم هناك. تبدأ إنها تجهز الخيمة اللي هتبات فيها، ولما بتكون جوه الخيمة بتسمع صوت جاي من بره. يكون النهار طلع وبتخرج تشوف مين. فاجئ وقتها ان هدومها وشنطتها كلهم مش موجودين. لما بترجع جوه الخيمة بتلاقي تعبان جواها. بسرعة بترجع للقارب بتاعها مرة تانية، تنزل البحر وبتبدأ تدور على مكان تاني آمن عشان تخيم فيه. وقتها بتلاقي خيمة غريبة منصوبة، نار مولعة، عشان كده بتعرف ان في حد في المكان ده. وقتها بتفضل تنادي بصوت عالي لو كان حد موجود في المكان. بتتفاجئ ان الشخص اللي موجود هو بن، ده نفس الشخص اللي شاهدها في الماركت. تسأله وقتها هو ايه اللي جابه هنا، قال لها ان هو بيخيم كل اسبوع في المكان ده، وده اللي خلاها تقوله ان في حد سرق شنطتها كل المتعلقات اللي كانت معاها. ساعتها بيقول لها انها ما تخافش، ولحسن حظها ان هو معاه من كل حاجة حاجتين، كمان عزمها تتغدى معاه. بدأوا وقتها يتكلموا مع بعض. طبعا ساشا بتحكي له عن الاشخاص اللي حاولوا يضايقوها وانهم جم عندها امبارح، بس بين بيبين اعجابه بيها وبيقول لها انها ما خافتش منهم امبارح، حتى ما خافتش من كلام الناس اللي قالوا لها عن المكان اللي هي رايحاه. اللي خلى ساشا وقتها تستغرب. تسأله هو شافها فين، بيقول لها ان هو طول الوقت بيراقبها، وخصوصا لما بتلاقي الاسورة بتاعتها في ايديه. بتأكد وقتها ان هو اللي سرقها. اللحظة دي بتتحول كل نظرات بين، ويبان عليه فعلا ان هو شخص مختل. يدخل الخيمة وبيرجع بسهم، يكون معاه شنطته بيديها لساشا، وكان معاه سماعة كبيرة فبيقول لها ان هو هيشغل اغنية لما تخلص تكون هي وصلت لأمن مكان. لو خلصت الاغنية وهو شافها هيضربها بالسهم اللي موجود معاه. وفعلا وقتها ساشا بتخاف وبتبدأ تجري بأقصى سرعة. اول لما تشتغل الاغنية توصل للقارب وبتنط في البحر وبتفضل تقلب فيه لغاية لما القارب بيتقلب بيها. ساعتها بتتخبط في صخرة وبتفضل تعوم لغاية لما بتوصل للشط.
بعدها بتتحرك جوه الغابة. ما بين بتكون وقتها الأغنية خلصت. بيبدأ بعدها يجري بأقصى سرعته عشان يدور على ساشا. في نفس الوقت بتكون ساشا موجودة جوه الغابة. تسمع صوت وقتها جاي من فوق التل اللي خلاها تفضل تطلع عشان تطلب منهم المساعدة. بتتفاجئ للأسف أول لما بتوصل لأن بن عامل لها فخ وفاتح موبايل مفتوح عليها فيديو بيصور الناس. فجأة بن بيظهر وبيضرب عليها سهم، فبتقدر إنها تهرب منه وتجري. بيفضل بن يضربها أكتر من مرة وبتتصاب في رجليها اللي خلاها تقع من فوق التل جوه النهر. طبعا بتبدأ تعوم بسرعة والخوف في جواها لغاية لما بتوصل لشط تاني. بتقعد وقتها تستريح وبتفتح الشنطة بتاعتها يمكن تلاقي أي حاجة تساعدها. كان من ضمنها فلفل حارق للعين. ترجع تجري لغاية لما بتوصل لكهف بتطلع من عليه. تبدأ تستخدم النضارة المكبرة اللي كانت معاه. بتشوف القارب بتاع بن. في نفس الوقت بتشوف بن وهو بيجري وبيدور عليها، وفي نفس الوقت بن هو كمان بيشوفها. بسرعة بيجري قدامها عشان يهاجمها. ده اللي بيخلي ساشا ترجع مرة تانية جوه الكهف. بتستخبى بطريقة غريبة تحت صخرة. وقتها بيبدأ بن يطلع أصوات مرعبة شبه أصوات حيوانات الغابة عشان يخوفها. بتقدر ساشا تتمالك نفسها لغاية لما يمشي وتهرب هي. ترجع تراقب بن مرة تانية. بتشوفه ساعتها وهو بيبدأ ينط في البحر اللي قدامه، مش همه أي حاجة من اللي بتحصل وكان بيلعب. اللي خلاها تقرر إنها تقرب من المخيم بتاعه عشان تاخد المركب. فبتحاول تفك الحبل بيكون فيه فخ قريب من الحبل يمسك في رجليها. ساعتها بن بيسمع صوتها وبيتحرك عناك وبيمسكها لغاية لما بيقرب منها، وساعتها بتضطر تستخدم الفلفل اللي خلاها ما يشوفش أي حاجة. تحاول تجيب مسدس شهام وقتها، بس بن كان أسرع منها وبيشدها وبيرجع يستخدم السلاح. كمان بيساعدها وبيفك الفخ من رجليها. تبدأ ساشا تقول له هو بيلعب معاها ولا بيعمل ايه، بس بن مش بيهتم بيها وبياخدها بيربطها في شجرة. كمان بيضطر انه يجيب لها اكل وبيأكلها بايديه. طبعا ساشا بتبدأ تستفزه وده اللي بيخليه يشد الحبل بأقصى قوة عشان يقلمها. وبيجي الليل وبيخش جوه خيمته، ووقتها بتنزل المطر وبتتبل ساشا. بيقول لها بن انها كل ما تتألم اكتر خوفها يقل. في تاني يوم الصبح بنشوف بن وهو واخد ساشا ومكبلها بايديها. كانوا هما الاتنين راكبين قارب. طبعا بن كان عارف السكة كويس وعشان كده ملهي في الكلام مع ساشا، واللي كانت وقتها بتفكر في طريقة ازاي تهرب بيها. اثناء كلامهم هما الاتنين مع بعض فبيشوفها بن وبيضطر وقتها انه يرميها من القارب. يربط الحبل اللي كان مربوط في ايديها بالمركب وبيشدها وراه. بعد مشوار طويل بيوصلوا لقمة كهف. يتربطوا هما الاتنين بحبل لغاية لما ينزلوا لقاع الكهف. هناك بتشوف ساشا أسوأ منظر ممكن تتخيله، إنها فعلا بتشوف جثث الناس المفقودة كلها متعلقة. يقول لها إنه في طقوس عندهم إنه عشان يبقى شجاع لازم ياكل اللحم البشري. طبعا ساشا بتخاف وبتحاول تهرب، فبن ابتدى يهديها ويقول لها هي شايفاه مجنون. بتقول له ساشا انها شايفاه ان في ناس كتير اذته في حياته اللي هو فيه دلوقتي بسببهم. فبنلاقي بن فعلا ابتدى يتأثر في كلامها وبيخلع طقم السنان اللي لابسه. نشوف وقتها اسنانه الحقيقية اللي كانت مدببة، اللي كان عاملها عشان ياكل لحم البني ادمين. بسرعة بيختفي من قدام ساشا، بس بعد وقت بسيط بيجيلها مرة تانية وبيسحبها من ايديها وبيحاول يعلقها زيها زي الجثث اللي كانت مربوطة. وقتها ساشا بتشوف صورة ست وشايلة بنت صغيرة. وقتها بتفهم ان اللي في الصورة دي هو راجل وهو بنت، ولما بتسأله عنها بيقول لها ان دي كان اكتر واحدة مميزة بالنسبة له عشان كده احتفظ بيه جواها، يعني قصده ان هو اول واحدة اكلها. بعدها بيقرب منها ويقول لها ان هي كمان مميزة، طبعا هياكلها. اللي بيخلي ساشا تستنى لما بيقرب منها وبتبدأ انها تعضه في ودانه. بسرعة بتنط في البحر. طبعا كانت ايديها لسه مربوطة وعشان كده بن بيمسك الحبل وبيربطه في وسطه لغاية لما بيفضل الاتنين يعوموا في البحر. في النهاية بيوصلوا للشط، وساشا وقتها بتمسك حجر وبتضربه على دماغه عشان تنتهز الفرصة وتفك الحبل. بس بن بيفوق مرة تانية وبيفضل يشدها من الحبل اللي معاه. ابتدى انه يخنقها وكان خلاص على وشك انه يقتلها. في اخر لحظة بيتراجع عن اللي بيعمله. ده اللي بيخلي ساشا تمسك قالب طوب وتضربه في رجليه اكتر من مرة لغاية لما بتكسرها له. طبعا بين وقتها ما بيقدرش يعمل اي حركة، وكان خبط ساشا في مناخيرها فما بتقدرش هي كمان تتحرك. بيفضلوا هما الاتنين مرميين على الارض لغاية تاني يوم الصبح. لما بتشوف ساشا الحشرات مليانة جرح بن بتقوله ان هو لو ما انقذش نفسه هيموت. تسأله هما ياخدوا وقت قد ايه عشان يخرجوا من الغابة. يقول لها انهم لو خدوا طريق معين هيوصلوا ب 12 يوم، بس لو طلعوا الجبل اللي قدامهم هيوصلوا بعد يوم واحد. ساعتها بتفكر انهم يطلعوا هما الاتنين الجبل سوا، بس بين كان خايف لان رجله مكسورة ومش هيقدر يطلع.
بس ساشا بتقوله انها هتساعده، ولو رفض هتفضل قاعدة جنبه لغاية لما يموت. برضه في الاخر هتقدر تطلع الجبل. طبعا ما كانش قدام بين غير الحل ده، توافق انه يفكها، يقول لها انهم لو وصلوا للقمة هيسيبها تمشي، بس لو غدرت بيه وسابت الحبل اللي ربطه هيشدها معاه عن طريق الحبل اللي كان ربطه في وسطها. فعلا لما بيجهزوا نفسهم بيبدأوا هما الاتنين يطلعوا الجبل. طبعا ساشا كانت سابقاه في مسافة، لأنها هي اللي بتربط له الحبل عشان يقدر يطلع. تفضل لغاية لما بتوصل لنقطة معينة وبتحاول تفك الرباط اللي بيربطها ببن، بس بن بياخد باله وبيشد الحبل اللي بيوقعها جنبه. يرجع يفكرها، يقول لها انها لو غدرت بيه هياخدها معاه. بتقوله انها فعلا ما كانتش هتغدر وهي بتأمن بس على الحبل. بيرجعوا مرة تانية يتسلقوا الجبل. يفضلوا المرة دي لغاية لما بتوصل ساشا لنقطة معينة. النقطة دي مش بيشوفها بين فيها، يكون جنبها جذع شجرة. بسرعة بتفك الحبل اللي كان بين متعلق فيه وبتربطه في الشجرة. تبدأ تفك الرباط اللي على وسطها اللي بيوصلها ببن. ساعتها بن بيشك فيها وبيشد الحبل بسرعة، بس بتنتهز وبتمسك الحجارة بقوة لغاية لما بتسيب الحبل اللي ماسك في بن اللي بيقع من فوق الجبل اللي كانوا بيتسلقوه. أخيرا اتخلصت من المختال اللي كان بيقتل الناس. بعد صعوبة كبيرة بتقدر انها تطلع الجبل من غير اي وسائل حماية، اللي خلاها تبذل مجهود جدا لغاية لما بتوصل لقمة الجبل. وبعد شوية بيجي الليل لغاية لما بتشوف عربية موجود فيها بنتين، وبتشاور لهم ساشا وبياخدوها معاهم، اللي بتقول لهم انها محتاجة توصل للعربية بتاعتها. كانت اول مكان تروحوا لما توصل العربية هي اسم الشرطة. لما بتدخل بتفضل تبص على صور المفقودين اللي طبعا شافت جثثهم في الكهف اللي موجود. تبدأ تبلغ وتقول للشرطي انها عارفة مكانهم. بعد البلاغ ده بتقدر الشرطة فعلا انها توصل للكهف وتشوف الجثث. بيتعرف اخيرا سبب اختفائهم ومين اللي كان بيعمل فيهم كده.